يا مساء الجمال عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله درس مهم جدا جدا، وهو ازاي ابدا اعمل مكتبه خطوط او احمل مكتبه فونتات تكون عربي وانجليش، وتكون طبعا خطوط احترافيه جدا، وفوق ان هي احترافيه تكون مجانا. طيب مش عايز اطول عليك، ولكن حاجه اخيره اقولها لك زي ما بقول لك كل مره، هو لو بصيت على يمين الفيديو تحت هتلاقي مربع صغير مكتوب فيه اشترك الان. استاذنك ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناه، ويلا بينا نخش في الشرح على طول. طب يا صديقي بص، موقعين تقريبا ما بخرجش براهم نهائيا لما بحب اجمع او احمل فونتات جديده، ولكن قبل ما اقول لك اي حاجه خلينا اديك واقول لك ازاي تبدا تعمل داونلود لمجموعه الفونتات بتاعتي، وهي مجموعه حمدي اللي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. روح عند جوجل واكتب له فونتات، واكتب في السيرش فونتات حمدي، هتلاقي عندك فونت حمدي V1 وهو فونت حر، وفونت حمدي V2 وبرضه هو فونت حر، وفونت حمدي 3 وهو للاسف فونت مش حر، ولكن فونت ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. طيب خلينا بقى نروح للموقعين اللي انا بقول لك عليهم. هو اول موقع معايا هو عرب فونتس بالشكل ده. الموقع ده هايل جدا جدا في تحميل الفونتات، لانه بيسهل عليك الموضوع في ايه؟ في ان هو بيبدا يجمع لك الخطوط كمجموعات بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. يعني انت عندك مثلا هنا خط الثلث، لو انت محتاج خط ثلث هتلاقي ان في مجموعه، لو دخلت عليها ودوست اغلاق كده وفتحت المجموعه دي هتلاقي ان في فونتات كتير جدا ثلث بس. عندك الحره، عندك العناوين والاعلانات، الخط المغربي، عندك حاجات كتيره بيبدا هو فعلا يفصل لك او يخلي لك كل مجموعه لوحدها، وده علشان انت ما تتوهش كمبتدئ، يعني لو حابب انك تعمل مكتبه احترافيه فبتبدا تدخل على المكتبه اللي انت محتاجها زي مثلا الخطوط الحره، وبتبدا كده تنزل. كمان الجميل في الموضوع ان هو بيبدا يوريك شكل الفونت قبل ما تعمل داونلود كده كصوره قدامك بالشكل ده. ولكن خليني اقول لك ازاي كمان نحمله وازاي نبدا نخليه يكون موجود معانا على الفوتوشوب. فانا هبدا مثلا ادوس على الفونت اللي انا محتاجه معايا، كليك كده بالشكل ده، ولو نزلت كده هتلاقي في حاجه اسمها تحميل مباشر بالشكل الاخضر، هدوس عليها هيبدا الفونت يحمل معاك بالشكل ده. كل اللي هتعمله انك هتروح في المكان اللي الفونت اتحمل فيه وهتبدا تعمل انستول للخط. طبعا لو هو عندك هيبدا يقول لك هتوافق على الاستبدال ولا لا، فعادي اوكي هقول له يس. ولكن لو مش موجود عندك كلمه انستول الموجوده دي، فكل اللي هتعمله انك هتاخد الخط ده كوبي بالشكل ده، وهتروح مثلا عند علامه الويندوز تحت وهتكتب ران، هتفتح القائمه دي، ومن هنا هتشيل اي كلمه موجوده وتكتب فونتس بالشكل ده، وركز انك تحط حرف الاس في الاخر، وهبدا ادوس له اوكي. هيبدا يظهر لك او يوديك للفولدر اللي فيه كل الفونتات الموجوده في الويندوز بتاعك. فكل اللي انا هعمله هعمل بيست للفونت اللي انا لسه واخده كوبي حالا، هيبدا ينزل معاك بدون اي مشكله. طيب تعالى بقى نشوف الفونت على الفوتوشوب. ركز هنا في الاسم، هو تي اس سبليت، فانا هبدا اكتب هنا كده اي كلمه مثلا فوتو مثلا، وهبدا اكبر الكلمه هنا كده، وهبدا اعمل عليها سيلكت، وهنا في الفونتات ابدا اعمل تي اس، هتلاقي ان هو ظهر معاك اهو. بص كده اهو يا صديقي، طبعا فونت هايل جدا وشكله كويس قوي اهو تمام. فتقدر انك تبدا تجمع المجموعه بتاعتك بدون بقى ما تبدا تروح على جوجل وتكتب تحميل مجموعه خطوط مش عارف ايه. طبعا ممكن يديك 2000 3000 خط تبدا تحطهم عندك، تلاقي الجهاز بيبدا يتقل معاك والبرنامج بيعمل لاج والموضوع بيبدا يخرب معاك خالص، فبتبدا تسال هو البرنامج تقل من ايه. الفونتات الكتيره اللي ملهاش لازمه بتبدا تتقل معاك الدنيا، فما انصحكش انك تعمل كده. اعمل مجموعه لو هتتعب شويه انك تجمعها، ولكن تكون مجموعه من اختيارك انت. يبقى كده تمام. ده بالنسبه للموقع العربي. طبعا في بقى كمان موقع هايل جدا للفونتات الانجليش، وفي ناس كتير للاسف ما تعرفش الموقع ده. هتبدا تعمل هنا 1100 فري فونتس بالشكل ده، هو الموقع اسمه كده، وهسيب لكم الاثنين في الديسكريبشن بتوع الفيديو. نفس هو الموضوع بالظبط، بيبدا يديك شكل الفونتات وجنبها كلمه داونلود. فكل اللي بتعمله انك بتختار مثلا شكل الفونت، ابدا اعمل داونلود بالشكل ده، يبدا يحمله لك كملف مضغوط. هبدا اعمل فتح وهستخرج الفونت من الملف مثلا بالشكل ده، ونفس الخطوه برده زي ما قلنا انستول، او باخد الفونت كوبي وبروح ايه احطه. فهنا ركز معايا في الاسم ده، الفونت اسمه ميوزيكان، فانا هبدا هنا كده اكتب برضو كلمه شاورما عادي، وهبدا هنا اهو هتلاقي ان الفونت موجود معاك اهو بدون اي مشكله. وتقدر انك تعمل الموضوع ده في اي فونت بقى يعجبك، وتجمع برضو مكتبه خطوط انجليش من اختيارك انت وببلاش. فبس كده يا صديقي وصلنا لاخر الدرس، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.